السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروة من قناة الطبخ أحلى مع نغم. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك علشان يوصلكوا كل جديد. يلا نشوف مع بعض وصفة النهاردة ايه. هنعمل مع بعض كيكة بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة، بمكونات موجودة في البيت، وبعدد قليل من البيض. هنعملها ب2 بيضة بس. يلا نشوف الطريقة. معانا دلوقتي مكونات الكيكه. هيبقى كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين نشا، بيضتين، كوبايه لبن. انا الحقيقه ما كانش عندي لبن، فحطيت لبن بودره دوبته في ميه دافيه، وعندي كوبايه سكر، وعندي كوبايه الا ربع زيت. نفس معيار الكوبايه هيبقى منه اللبن والسكر، بس كوبايه الا ربع زيت. وعندي الفانيليا. هنقول مقادير تاني. مع كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين نشا، بيضتين، فانيليا، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن. معانا كيس بيكنج باودر او كيس محسن كيك. انا عندي النهارده محسن كيك. يلا نشوف الطريقه ازاي. انا حطيت هنا البيض واللبن والسكر، هضربهم في الخلاط كويس جدا، وبعدين هرجع بعد ما يضربوا كويس، هضيف عليهم الزيت، واضربهم برده شويه، وهرجع لكم تاني عشان بس صوت الخلاط. وهحط برده هنا دلوقتي حوالي معلقه كده خل، معلقه كبيره خل. ما بتديش طعم ولا حاجه، بس بتشتغل ريحه الزفاره، نسيت اقول لكم عليها في الاول. وهحط فانيليا قبل ما احط الزيت. دلوقتي احنا هنصب الخليط. هنضيف دلوقتي الدقيق بالتدريج. ده الدقيق وعليه المحسن كيك، وعليه معلقتين النشا. هنضيفهم بالتدريج ونقلب، هنضيفهم على مرتين. طبعا الكيكه احنا هنعملها لونها ابيض، مش هدخل فيها شوكولاته المره دي. انا قلبت اهو لحد ما الدقيق اختفى، ده السمك بتاعها. هحطها في الصينيه بقى في الفرن، واوريها لكم بعد ما تطلع. دي شكل الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. اضغطوا لايك وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه، وبالهنا والشبشب.